النادي الكويتي اليوم؟ انا اعتقد اليوم المباراه يمكن فنيا فقيره من الفريقين، ولكن بطبيعه الحال يعني مباراه تعتبر مباراه يعني حاسمه، مباراه مهمه، مباراه بين متصدر الدوري والمركز الثاني، فاكيد الوضع طبيعي راح تكون مباراه فقيره فنيا، الكل يحافظ، الكل يلعب بتكتيك معين، وبالاخير اعتقد يعني كانت نتيجه عادله ما بين الفريقين، ولكن ما زلت اقول ان احنا الدوري باقي له يمكن 13 12 مباراه، وهذه المباراه تعتبر واحده من هذه المباريات، ومتبقي هناك الكثير من المباريات، ونامل من الله سبحانه وتعالى ان يوفق فريقنا في المباريات المتبقيه. محمد متى رضاك على الحكم؟ متى رضاك على الحكم ابو محمد اليوم؟ ما انا دائما اقول مو انا اللي اقيم الحكم، يعني انا اعتقد المختصين بالامر هم من يقيمون الحكم، واترك هذا المجال للاخوان المحللين المختصين في هذا الامر، فما احب اعلق على اي حكم بعد المباراه. ابو محمد قمه كانت للامانه، شاهد استمتعنا من خلال الشوطين، ايضا اداء اليوم هل مقنع بالنسبه للكويت من خلال هذا القمه؟ انا مثل ما قلت لك هذه مباراه انا اشوفها اليوم كانت فقيره فنيا من الفريقين، ولكن قلت لك يعني هذا شيء متوقع، مباراه يعني مشحونه، مباراه بين المتصدر والمركز الثاني، مباراه جماهيريه، مباراه مرتقبه من الكل، وبالتالي الاعصاب يمكن مشدوده، الكل يلعب بتكتيك معين، انا اعتقد هذا شيء طبيعي. التعادل يا ابو محمد بالنسبه للفريق اليوم، ما زال التعادل اليوم للفريق الكويتي. تعادل يعني تعادل، خلينا نحتوي على التقدم في الصداره بالنسبه للدوري ما له علاقه، مثل ما قلت لك انت جيت المباراه وانت متقدم وطلعت بتعادل، فبالاخير يعني قصد الرابط خذينا نقطه والعربي خذوا نقطه. محمد اليوم نادي الكويت يمتلك افضل حراس، هل في حاجه اليوم لخالد الرشيدي نادي الكويت؟ انا دائما اقول خلال الموسم احتراما لنادي الكويت واحتراما للفرق الاخرى، انا ما احب اتكلم عن اي لاعب محلي حاليا يلعب في نادي اخر، ولكن انا دائما يعني مقولتي اقولها بصوت عالي، اي لاعب متواجد في الدوري الكويتي او خارج الدوري الكويتي متميز راح يكون تحت عين انظار نادي الكويت ايا كان اللاعب، ضمنهم خالد الرشيدي بدون تحديد اسم. اي لاعب خالد الرشيدي لاعب متميز، ولكن اي لاعب انا امانه نجلس مع الجهاز الفني والاداري ونناقش هذه الشباب. والله بصور معاك تلقى ترتي عاد يحبونك محمد، يحبونك. تعال اوقف وبوقعك. هيك الازرق تحت شوي. فردا على كلام اسف بس ردا على كلامك، اي لاعب تحت المجهر في نادي الكويت اذا كان مميز ويخدم النادي. قول ابو محمد رايح كيف لا كلام سابق لامانه، ورانا 13 مباراه والدرع ممكن يروح اي مكان.